السلام عليكم. أضع بين أيديكم المعلم الرابع من معالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله الذي ينتمي إلى المحور الرابع مجزوءة الفلسفة. بعدما تحدثنا عن معلم السؤال ومعلم المفهوم ومعلم الحجاج والبرهنة، ها نحن نقدم المعلم الرابع بعنوان النسقية. فما هي النسقية؟ النسقية في الفلسفة. تمهيد: أسست الفلسفة منذ ميلادها ببلاد اليونان معارف شاملة ومتنوعة ومتعددة، غير أن فعل تأسيس الفيلسوف لمعرفة شمولية تعبر عن منظوره لمختلف قضايا الوجود اقتضى منه التسلح بمجموعة قواعد أساسية تحمي الفكر الفلسفي من الوقوع في الزلل والفوضى والتناقض. لذلك كان من الضروري أن ينظم أفكاره وتصوراته بواسطة آليات واضحة ودقيقة، وهو ما دفع الفلاسفة إلى البحث عن مجموعة قواعد ومبادئ ومناهج توظف لترتيب الأفكار في شكل وحدة منتظمة ومنسجمة. ومن هنا ظهر مفهوم النسق في الفلسفة. فما هو النسق إذن؟ حول مفهوم النسق، إذا عدنا إلى المعاجم اللغوية ومن أشهرها لسان العرب لابن منظور، سنجده قد عرف كلمة نسق بقوله: النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء. ومن ثم تدل النسقية في اللغة على التنظيم والترابط والتماسك والتسلسل وتتابع الأفكار وانتظامها في نسيج نصي موحد موضوعيا وعضويا. فلسفيا يمكن تعريف النسقية بكونها تعني وجود فكرة موجهة أو مبدأ ينظر من خلاله الفيلسوف إلى مختلف قضايا الوجود، سواء تعلقت بالطبيعة أو الإنسان، بالفرد أو بالجماعة. هذا التعريف مأخوذ من كتاب عوالم الفلسفة للدكتور شفيق أغريغر ومحمد بوتنبات، وطبعا هو كتاب موجود في المكتبات. الخطاب الفلسفي كنسق. سنأخذ نصا لفيلسوف ينتمي إلى الفلسفة الحديثة سبق وأن تحدثنا عنه في الدروس السابقة، ألا وهو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، من كتابه نقد العقل الخالص. يقول إيمانويل كانت: أقصد بالنسق وحدة معارف مختلفة خاضعة لفكرة، والفكرة هذه هي المفهوم العقلي لصورة كل، على أنه داخل هذا الكل تتحدد قبليا دائرة العناصر المختلفة، كما تتحدد مكانة كل جزء. ونتيجة لذلك فإن المفهوم العقلي يتضمن غاية وصورة الكل الذي ينسجم مع الفكرة، فالكل إذن نسق عضوي وليس مجموعة غير منظمة. ويمكن لهذا الكل أن ينمو من الداخل بينما لا يمكنه أن ينمو من الخارج. شأنه في ذلك شأن جسم الحيوان الذي لا يضيف له النمو أي عضو جديد، بل يجعل كل عضو من الأعضاء الأكثر قوة وأكثر تلاؤما مع تحقيق أهدافه دون تغيير النسب بين الأعضاء. إذن هذا النص كما قلت هو للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. سبق وأن تحدثنا عن هذا الفيلسوف بطريقة غير مباشرة في نص للفيلسوف والمفكر المغربي طه عبد الرحمن، عندما تحدثنا عن السؤال الفلسفي وأشكال ممارسة السؤال، حيث قسم طه عبد الرحمن هذه الممارسة إلى شكلين، أو قال بأنها تنقسم إلى شكلين اثنين اشتهرت بها الفلسفة عبر تاريخها. الشكل الأول الذي مثله سقراط وسماه بالسؤال الفاحص، الطور اليوناني القديم، ثم السؤال الذي مثله كانت ويسمى بالسؤال الناقد، والذي طبعا عمر مرحلة الطور الأوروبي الحديث. طبعا وهو كما قلت سؤال ناقد.
إذن هذا فيما يخص الفيلسوف إيمانويل كانت. طبعا اشتهر بمنهجه النقدي، حيث اعتبر بأن النقد يجب أن يتوجه إلى كل الأشياء، وأن النقد هو عملية عقلية تستهدف إعادة بناء المعارف على أسس متينة. وطبعا هذا النقد يتوجه أيضا حتى إلى العقل، إلى حدوده وإلى إمكاناته. إذن لو تأملنا هذا النص سنجده يعرف لنا النسق ويحدد أجزاء هذا النسق. فلو توقفنا عند هذه المفردة وهذا المفهوم النسق سنجد بأنه معارف مختلفة، لكن هذه المعارف على اختلافها وعلى تنوعها إلا أنها خاضعة لمبدأ أو خاضعة لفكرة. طبعا هذه الفكرة هي عبارة عن تصور عقلي أو عبارة عن مفهوم عقلي. هذا المفهوم هو الذي يشكل صورة الكل. داخل هذا الكل نجد هناك عناصر متنوعة موجودة بشكل قبلي، لكن هذه العناصر كل واحد منها يأخذ مكانه داخل هذا الجزء. ولو أردنا أن نحدد عناصر النسق حسب إيمانويل كانت يمكن أن نحددها في 4 عناصر كما هو واضح في هذا النص، ومن خلال أيضا المثال الذي قدمه بجسم الإنسان. سنجد بأن النسق يتكون أولا من عناصر جزئية منتظمة خاضعة منسجمة مع النسق العام، قابلة للتطور والنمو من الداخل مثل جسم الحيوان. أيضا أن هذا النسق أو عناصر من عناصر النسق هو مفاهيم مجردة عبارة عن صور ذهنية أي صور عقلية، وهنا نتحدث عن أهمية العقل في تجريد الأشياء، تجريد المفاهيم على الأشياء والموضوعات. ثم أيضا أن هذا النسق هو عبارة عن معارف فلسفية تشكل وحدة متماسكة. بالإضافة إلى ذلك فإن النسق هو عبارة عن أفكار كلية ومجردة أبستخي بمعنى غير ملموسة، أي لا ندركها إلا بواسطة العقل وبواسطة العقل أو بواسطة الذهن. إذن بالنسبة لإشكالية هذا النص يمكن القول بأن إيمانويل كانت يجيبنا هنا عن سؤال النسقية أو ما النسقية، ما عناصرها، وأيضا ما علاقتها بالفلسفة. طبعا لأنه هو فيلسوف فهو يريد أن يبين لنا علاقة النسقية بالفلسفة بطريقة غير مباشرة. إذن هكذا يمكن القول فيما يخص أطروحة النص بأن النسق حسب كانت يتحدد بكونه نظام أو بنية كلية من الأفكار والمفاهيم تتفرع إلى أجزاء وتخضع لقوانين منطقية مضبوطة، حيث شبه هذا النسق بالكائن الحي الذي تنمو أعضاؤه الجزئية من الداخل في انسجام مع النسق العام. يمكن هنا أن نقدم أمثلة للنسق خارج الفلسفة وأيضا داخل الفلسفة. فيمكن أن نتحدث عن نسق الفلسفة العقلانية مع روني ديكارت. هذا النسق الذي يعتمد على مجموعة من المبادئ والتي تشكل في مجموعها التصور الديكارتي للعالم، للوجود، للذات، للطبيعة ولكل شيء. سنجد من بين لنقول ركائز هذا النسق أن ديكارت له إيمان كلي بقدرة العقل على المعرفة، لكن إلى جانب ذلك نجده يؤكد على أن الشك في جميع الأمور الغامضة التي تفرض نفسها على العقل واجب، إذن فالشك ضروري. إذن لذلك اعتمد منهج الشك في فحص المعارف والأفكار المتداولة، ثم اعتبر العقل جوهر ماهوي متعالي أو لنقول فطري بمعنى أن العقل هو عبارة عن مبادئ فطرية، والجوهر هو مكتفي بذاته وليس في حاجة إلى الجسد أو إلى الحواس. إذن بهذا التصور أو لنقول بهذه الأسس يمكن أن نفهم النسق الديكارتي أو نسق الفلسفة الديكارتية. وهذا الأمر قد رأيناه في سياق الحديث عن الفلسفة الحديثة مع ديكارت وإشكالية المنهج، وتبين لنا بأن الشك يشكل ركيزة أساسية في النسق الفلسفي الديكارتي. إذن هذا فقط كمثال.
من الأمثلة أيضا خارج الفلسفة يمكن أن نتحدث على أن النسق ليس حكرا على الفلسفة، وإنما هو موجود حتى في الطبيعة. فمثلا إذا تحدثنا عن النظام الشمسي، فالنظام الشمسي هو عبارة عن نسق يتشكل من الشمس ويتشكل أيضا من لنقول الكواكب الأخرى، الأرض، زحل، مشتري، معنى المجموعة الشمسية. طبعا هي في نظام متكامل، هو أجزاء لكنها متكاملة فيما بينها. يمكن أيضا أن نتحدث كمثال آخر عن النسق الأخلاقي أو النظام القيمي في كل مجتمع. النظام الأخلاقي أو النظام القيمي في كل مجتمع نجده عبارة عن أجزاء، لكن هذه الأجزاء بينها نظام موحد يوجه سلوك الفرد. كذلك الأمر فيما يخص النسق السياسي، النسق الطبيعي، النسق العلمي، نسق الهندسة الأقليدية في مقابل نسق الهندسات لا أقليدية أو الهندسة الفضائية، وهكذا ذلك. إذن هذه فقط أمثلة بإمكانكم أن تتوسعوا فيها بالبحث عن دلالاتها وأيضا لنقول امتداداتها. إذا لننتقل إلى ملخص هذا النص. يتحدد النسق عند كانت باعتباره نظام يتألف من عناصر. إذن هنا نقصد بالعناصر مفاهيم وأفكار تخضع في علاقتها لبنية عامة تحكمها ضوابط وقوانين. إنه وحدة معارف مختلفة خاضعة لفكرة، وهذه الأخيرة أي الفكرة تمثل المبدأ الذي تتحدد تبعا له العناصر المختلفة للكل، بمعنى أن الفكرة توجه العناصر للكل ومكانة كل جزء داخله، وأيضا تعطي لكل جزء مكانة داخل هذا الكل. ونجد بأن كانت قد شبه هذا النسق الكلي بجسم الكائن الحي. لاحظوا بأن جسم الكائن الحي هو يتكون من أعضاء، هذه الأعضاء تنمو من الداخل، لكن على المستوى الشكلي لو استتبعنا نمو مثلا القط، نمو مثلا الكلب، نمو يعني هذه الحيوانات، سنجده من الناحية الظاهرية لا يبدو أن هناك تغير، لكن من الداخل فهناك تغير، ولكن هذا التغير هو تغير كلي في هذه الأجزاء. كذلك النسق طبعا هنا الفلسفي. إذا قلت شبه النسق الكلي بجسم الكائن الحي الذي يتكون من أعضاء تنمو من الداخل وتكون أكثر قوة وتنسجم مع النسق الكلي. لنقول بأن النسق الكلي هو شكل هذا الكائن أو جسمه، ويأخذ المفهوم العقلي صورة هذا الكل. إذن وكأن المفهوم العقلي هو بمثابة جسم النسق. ويعني المفهوم حسب سياق النص ما يجرده العقل من الأشياء. وقلنا بأن التجريد هو عملية الانتقال من المحسوس إلى المجرد، أي ما ندركه بواسطة العقل، وهذا قد سبق وأن تطرقنا إليه في ما يخص المفهوم الفلسفي، وهو معلم من معالم التفكير الفلسفي، وخصصنا له حصة خاصة، مما يجعله يتميز بخاصية التجريد، فيكون صورة عقلية عامة كلية تتضمن عناصر جزئية منتظمة تربط بينها علاقات منتظمة. إذن انتظرونا لكي نقدم آخر عنصر وآخر معلم من معالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله بعنوان المنظور القيمي. السلام عليكم.